ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ لو عايز تقبض اول فلوس ليك من البرمجه كمل معايا الفيديو ده للاخر. بطل المنصه بتاعتنا المره دي هي منصه اوتلاير، والمنصه دي عباره عن منصه فريلانس. بس الحاجه اللي هي مشهوره بيها ان مثلا في شركه معينه مثلا عامله موديل، فهي عايزه تحسن الموديل ده. فبتحسنه ازاي؟ بتقوم منزله الموديل ده على المنصه بتاع اوتلاير، وفي ناس بقى بتخش تعمل ترين للموديل ده. طيب بتعمل ترين ازاي او بتعمل التاسكات ازاي؟ قدام شويه هعمل لك تاسك عملي، فتابع معايا الخطوات للاخر. انت كل اللي عليك في الاول ان انا سايب لك لينك تحت في الديسكريبشن، هتخش من عليه وهتعمل اكونت من عليه عادي خالص. هتعمل اكونت على اوتلاير، بس ركز شويه لان في في الاول كده وانت بتعمل اكونت على على الموقع ده بيطلب منك شويه حاجات، وان انت مثلا تدخل البطاقه بتاعتك، وان انت مثلا بعتوا لك لينك على رقم التليفون بتاعك وتفتحه من التليفون عشان تاكد الهويه والكلام ده كله، لان ده فعلا شغل حقيقي، فلازم يتاكدوا من الهويه بتاعتك. وبالمناسبه ما ينفعش ان انت يكون ليك اكتر من اكونت، هو اكونت واحد بالبطاقه الشخصيه بتاعتك. فما ينفعش مثلا تشغل دماغك وتقول طب مثلا في تاسكات معينه هتنزل، طب لو عملت اكونتين عملت ثلاثه كده هتزود الربح بتاعك. لا، ما بلاش تعمل الموضوع ده، لان هم لو خدوا بالهم من حاجه زي كده اصلا انت هتتحذر. فبعد ما بتسجل وخلي بالك طويل زي ما قلت لك، سجل واعمل كل حاجه بتفتح لك بقى الموقع بالصوره دي. هم بيبعتوا لك الحاجات في حاجه اسمها امبوردنج، دي بيختبروك في الحاجه اللي انت مقدم عليها. انت مقدم مثلا كودنج، فبيبعتوا لك مثلا اختبار مثلا في انجليزي، اختبار في العربي، اختبار مثلا في اللغه اللي انت كاتب ان انت تعرفها. فبتبقى اختبارات بسيطه، ما بتبقاش حاجه اللي انت متخيلها. فانت بتعملها وبتعديها ان شاء الله، وحتى لو ما عدتهاش غالبا برضو بيبعت لك البروجكت عادي. فانت بعد ما بتعمل بقى كل الكلام ده، وخلي بالك لانه ياخد منك وقت، فبتفتح معاك الصفحة دي. فدي الصفحة الأساسية بتاعتك. على الجنب هنا هتلاقي دي الأرباح بتاعتك. في هنا مثلا دي الساعات بتنزل مهمات على البروجكت مثلا انت فيه، بينزلوا لك مهمات، وعلى كل مهمة او على كل وقت بتقضيه في التاسك بتاخد عليه فلوس. دي الفيدباكس اللي بتبعت لك في كوميونتي هنا، اكنه مثلا فيسبوك تويتر مش عارف ايه. ده اكنه بالظبط هو في مجتمع بقى خاص باوتلاير، بتقدر ان انت تخش وتكلم الناس وكده لو انت في حاجه معينه عايز تسالهم. في هنا بلاي جراوند، دي حاجه زي اي اي كده لو عايز حابب ان انت تسال. في هنا بقى تعالوا الاهم حاجه، دي الحاجه بقى التاسكات فعلا اللي هتجيب لك فلوس. هنا ده بروجكت انا كنت مشترك فيه، فده برضو بعمل ترين ل AI موديلز وبقيم الريسبونس بتاعتهم. وزي ما قلت لك كمان شويه هوضح لك كل التفاصيل دي. الاول انت بينزل لك البروجكت ده، وانت يا اما بتعمل ريجكت يا اما بتعمل اكسبت. فانت بتعمل اكسبت، بعد ما بتعمل اكسبت بيبعتوا لك بقى الكورسز اللي انت بتذاكرها عشان تقدر ان انت تطبق على تاسك زي ده. فهنا مثلا كانوا باعتين لي هنا 3 كورسات، انت بتبدا بقى تشوفهم. طيب الكورسات دي بيكون فيها ايه؟ الكورسات دي بيكون فيها الانستراكشنز اللي انت بتمشي عليها عشان تقدر تطبق على الموديل ده. بيقول لك مثلا احنا عايزين مثلا نخلي الموديل بتاعنا مثلا تدخل له البرومبت بطريقه معينه، بتفهم بقى اللي عامل الموديل ده عايزك تعمله بالظبط. وقدام برضو شويه هوضح لك التفاصيل دي. فالمهم ان انت بعد ما بتاخد كل الكورسات الخاصه بالبروجكت اللي انت فيه ده، بيبداوا بقى ان هم يحددوا انت هتنفع ان انت تكمل في البروجكت ده ولا لا. لان هم في اخر بعد ما بتخلص الكورسز دي بيسالوك شويه اسئله كده، بتبقى اسئله برضو خفيفه، ما تقلقش منها. بيشوفوك بقى انت فهمت الكورس ده ولا لا. وعموما برضو معاك ديب سيك او شات جي بي تي، ففي كل فيز مثلا فيها اسئله او فيها حاجه ممكن ان انت تستعين بيه عادي، لان هو هينجز لك الموضوع ده. فبعد ما بتخلص الكورسز دي بيتفتح لك بقى الجزء بتاع التاسكينج دي. وبالمناسبة عايز افهمك حاجة، التاسكات هنا ما بتنزلش بشكل دوري، مش كل يوم هتفتح تلاقي التاسكات. لا، ممكن تقعد شهور ما يبعتلكش تاسكات خالص، وممكن تقعد فترة تلاقي مثلا في تاسكات كتير جاية لك. هي المسألة عرض وطلب. ممكن مثلا تلاقي فترة في شركات كتير عاملة موديلز ومحتاجة ان انت تعمل لها ترين، وفي فترة تانية ما تلاقيش فيها حاجة خالص. فانت ورزقك برضه في الاول والاخر. فهنا ده البروجكت مثلا، وليكن انت خلاص دخلت عملت موقع، عملت كل التفاصيل دي وقدمت وعملت كل حاجة، عملت الامبوردنج اللي انا قلت لك عليها، خدت الكورسز اللازمة للبروجكت مثلا اللي انت داخله.
فبتبتدي بقى ان انت لو في تاسكات نازله على البروجكت ده بتبتدي ان انت تعمل التاسكات دي. بعد ما بتعمل التاسكات دي بيتبعت لك الفلوس بناء على تقييم الساعه بتاعتك. طيب الفلوس دي بتتبعت لك ازاي؟ انت بتكون معاك مثلا اكونت باي بال، بتربط الباي بال بالحساب الاوتلاير بتاعك لان هم بيبعتوا لك الفلوس عليه. وبقى من باي بال انت بتربط مثلا عندك فيزا بتقدر ان انت تستلم بيها، تربطها عليه وتسحبها، والدنيا يعني لذيذه جدا. فباختصار كده زي ما قلت لك، انت بتعرض عليك هنا بروجكت، فانت بعد ما بتقبله بقى تعمل كورس في الكلام ده كله بتخش بقى على مرحله التاسك. طيب ازاي بقى ان انت تعمل التاسكات وازاي ان انت تظبط الدنيا دي كلها؟ كمل معايا الفيديو وهوضح لك دلوقتي كل الخطوات اللازمه للحوار ده. طيب يا جماعه، ده تاسك عملي في بروجكت انا فيه فعليا. فالاول قبل ما بتعمل التاسك اصلا انت بينزل لك كورسز على التاسك ده، بتبتدي ان انت تذاكرها عشان تعرف ازاي تحل التاسك، او تعرف بريف بس مختصر عن ازاي تتعامل معاه. ففي كل كورس او كل مثلا بروجكت هينزل في لينكات كده بتكون معرفاك ايه الانستراكشن اللي انت هتمشي عليها، زي منهم مثلا البروجكت اللي انا فيه ده او اللينك اللي انا فيه ده. فهنا بيبدأ بقى ان هو يعرض لك يعني الستبس اللي انت المفروض تمشي عليها. فهنا مثلا بيقول لك انت الاول ويلكم مش عارف ايه، بعد كده بيقول لك مثلا ازاي ان انت تكتب البرومبتس، ايه الرولز اللي انت هتمشي عليها. كل الكلام ده هي دي يعتبر الانستراكشنز. الحاجات دي هي تبان كبيره بس انت بتفهمها في الكورس اللي انت بتاخده في الاول ده. وبالمناسبه كل بروجكت اصلا بينزل له كورس مناسب ليه، فدي يعني مش بتبقى اسطمبة ثابتة في كل حاجة. حتى هنا بيقولك اصلا instructions دي بتتجدد لوحدها كل 5 دقايق. فخلونا مثلا نبدأ التاسك start tasking. هنا لو لاحظتوا دي التفاصيل بتاع البروجكت او بتاع التاسك. لو جيت تبص هنا فوق، الساعات فعلا اللي انت بتؤجر عليها هي ساعة واحدة في التاسك. طيب الساعة دي بتتقيم ازاي؟ كل بروجكت يعني بيكون ليه الريت بتاعه. مثلا الساعة هنا في التاسك ده ب$12، فانت بقى بتبتدي بقى ان انت تحل. طيب لو زودت على الساعة وما عملتش التاسك، سعر الساعة بتاعتك بيقل، لان بعد ما الساعة بتعدي حساب الساعة دي بتبقى مثلا في حدود $3 او ايا كان. دي برضه بتختلف من بروجكت للتاني. فدي التاسكايه بتاعتنا هنا. يعني انا لسه بادئ اهو، زي ما انتم شايفين لسه بادئ معاكم، لسه ما حرقتش فيه وقت خالص. ده التاسك هو عايز بقى ان انت تشوف مثلا وتقرا وتشوف الدنيا فيها ايه وتعمل انت بدماغك. ماشي، عايز بقى ان انت تاخد الكلام ده وتحطه بقى يعني على ديب سيك، شات جي بي تي، ايا كان، برضو ماشي عادي. لان اصلا الغرض الاول والاخير من التاسكات او البروجكتات دي ان الناس عامله مثلا موديلز، وعايزين بقى ان هم يتستوا الموديلز دي بتاعتهم مثلا بتتعامل كويس ولا لا. بتتعامل كويس ولا لا دي بتبقى بناء على ان انت مثلا هنا في الاول خالص بتبتدي ان انت تكتب له برومبت بناء على ان هو طالب ايه فوق. بعد ما بتكتب له البرومبت ده، الموديل بتاعهم بيطلع لك 2 ريسبونس. فبناء على الاستراكشن اللي انت المفروض تكون عارفها من الكورس، بتبدأ بقى ان انت تحدد البرومبت ده او الريسبونس ده يعني جاي مثلا كويس ولا لا. فخلونا مثلا ما نحرقش في تفاصيل كتير. تعالوا ناخد الكلام ده كله كوبي. تخش مثلا على ديب سيك، هتقول له هنا based on this instructions، وبتقوم مبصله اللينكين answer this، بعد كده مسطرتين مثلا، وتقوم بقى واخد التاسك اللي هو محطوط لك ده كله كوبي، بتقوم بقى على طول مبصيه لديب سيك او شات جي بي تي ايا كان، بس انا بحب اتعامل مع ديب سيك. هنا بقى ان هو ديب سيك بيبدا بقى ان هو يفهم التاسك اللي انت بعته له ده ايه او هو عايز منه ايه، وبيبدا بقى ان هو يشوف بقى التفاصيل بتاع التاسك اللي انت بعته له، وبيبدا بقى ان هو يديك برومبت. الموضوع هيبان صعب شويه في الاول، بس هو يعني في الحقيقه سهل شويه. يعني هو بيقول لك ايه البرومبت ده اهو، بتاخد بقى البرومبت ده كده كده، ده الكود المطلوب، تاخده بقى لحد الاخر مثلا لحد هنا كده، ده المطلوب ودي القيود، بس تاخد لحد هنا لان التاسك اللي انا فيه ده محتاج ان هو يعمل الكلام بالعربي لو انت واخد بالك هنا. فباخد مثلا التاسك ده كوبي وبيست وبس. بعد كده بعمل له سبميت. انا كده عملت البرومبت. بعد كده هو خلاص بيبدأ بقى ان هو يبعت البرومبت ده للموديل زي ما قلت لكم، وبيعمل الموديل بتاعهم بيعمل جنريت الاثنين ريسبونس.
تفضل بقى مستني لحد ما الموديل يبعت لك الريسبونس. وزي ما قلت لك هو الغرض منه هنا ان هو بيحسن الاداء بتاع المودلز بتاعته. على اوتلاير عموما بيبقى فيه تاسكات تانية مثلا ماس، مثلا في ترانزليشن ايا كان، بس دي الحاجة اللي انا فاهم فيها دي، يعني يعني ده المجال اللي انا اقدر اعمل فيه التاسكات. وهنا بقى كده بعد ما الموديل خلاص ادى الاتنين ريسبونس، ادى اول ريسبونس كان الموديل مجاوب عليه، ده كده الكود وده التفاصيل، وهنا ده تاني ريسبونس. اللي انت بتعمله هنا بقى ان انت بتقيم الريسبونسين دول. فاول مثلا ريسبونس عندك انت بتشوف مثلا instructions following، نسبة الصدق في الاجابات دي، مثلا هو مثلا ضارب نسبة قد ايه، الكلام مثلا البادنج بينه وبين بعضه كان عامل ازاي، كل ده هو التفاصيل اللي على اليمين دي. فده كان المختصر بتاع الكلام اللي على اليمين. فكل اللي انت بتعمله بتاخد الكلام ده كله كوبي بالمنظر ده كده، تيجي هنا برضو على ديب سيك وهو بيتعامل. بعد كده هو يديك كل حاجة مثلا النسبة بتاعتها ايه بناء على الريسبونس بتاع الموديل. انا هو هنا بدأ يكتب لك اهو، كل مثلا ده اول انستراكشنز ما فيهوش مشكلة، بعد كده ما فيهوش مشكلة. يعني نيجي هنا مثلا نبتدي بقى ان احنا نكتب. ده بيقول لك هنا الحته دي فيها كود ولا لا، فيها كود. طيب الكود ده مكتوب بلغه ايه؟ سي بلس بلس. لو ساعات بيبقى مكتوب بالبايثون بتدي له بايثون. طيب الكود ده ينفع ان انت تعمل له تيست؟ الحاجات دي لو انت حابب ان انت تعمل له تيست، بس يعني مش شرط. الحاجه اللي مبقاش فيها نجمه فمش شرط ان انت تدخلها. ده الانستراكشن فولوينج، الحاجات دي لازم تجاوب عليها. يعني هو عشان بس ما فيهاش نجمه، بس دي لازم تجاوب عليها عشان يظهر لك هنا البطن بتاع سيف اند كونتينيو او سيف تشينجز، فتقدر ان انت اصلا تسبميت التاسك. فبتيجي هنا مثلا instructions following، هنا مديك ايه؟ no issues. بعد كده no issues برضو هنا minor، just right. دي كلها تقييمات للريسبونس. no issue، slightly no issue برضو slightly satisfying. فانت كده خلاص اديك كل التقييمات لاول ريسبونس. بعد كده تعمل سيف تشينج، تيجي عند تاني ريسبونس برضو تعمل نفس الخطوه دي، كوبي بيست هنا، تستنى بقى عشان يديك الريت بتاعك. تمام. هنا حتى يعني هو هنا طلع لك ان في اخطاء في الريسبونس التاني. هو هنا في نقص مثلا في حاجه معينه في الانستراكشنز، في نقص مثلا في طريقه الكلام اللي هو الفلوينسي. فبتيجي برضو تبتدي بقى تديله الريت اللي هو مديهولك. ماشي، ده في كود مكتوب هنا ايه بالسي بلس بلس، تقدر ان انت تست الكود. ماشي. instructions هنا مديك فيه مشكله. بالمناسبه انت ما بتديله ان في مشكله بيقول لك بقى اشرح لي ايه يعني ليه المشكله دي موجوده. فبتبتدي بس ان انت بتديله تقييمات في الاول كده. بعد ما بتخلص التقييمات هترجع بقى تديله السبب اصلا بتاع المشكله اللي انت عملتها. فلونسي تمام. اللينس كان ايه؟ تمام مظبوط. مينور نو ايشو. ماشي تمام اوكي. تطلع بقى هنا بعد كده شوف مثلا دول الحاجتين اللي ادوك هنا اللي يعني محتاجين تفسير. فتوفيرا للوقت مثلا هو كده كده الديب سيك فاهم احنا كنا بنتكلم في ايه. خدتها كوبي وبصيت للصورة، هو يبعت لي الرد دلوقتي. بس اتحمل. دي كلها خطوات انا بتابع معاكم ازاي ان انت تعمل بروجكت خطوه بخطوه. فعشان مثلا لما انت تيجي تعمل او تيجي تطبق، مثلا قابلك حاجه ما عرفتهاش، قابلك مثلا مشكله، ويعني المهم صحيح انت ساعات لما تيجي ان انت تصمت حاجه من دي، ما ينفعش ان انت تدي هنا مثلا تقييم وحش على الريسبونس، ومثلا انت هنا في الريسبونس التاني الظاهر ان في مشاكل. ما ينفعش تحت لما تيجي تدي تقييم تقول له تحت لا ده الريسبونس التاني احسن من الاولاني. طب ازاي اصلا وانت مدي الريسبونس التاني ده تقييم احسن، تقييم اوحش قصدي. فما ينفعش ان انت تعكس كلامك. فهنا بيديك بقى التفسير بتاع انت ليه مختار منه الايشيو. بعد كده بتاخد التفسير ده تمام وتديه له هنا بيست. التفسير التاني تمام بيست. بس كده انت كده ايه خلصت
التقييم بتاع الريسبونس التاني. بيبدأ بقى ان هو يقول لك هنا الجزئية اللي بعد كده اختار انهي ريسبونس فيهم احسن. بتختار بقى بناء على التقييمات دي. عندك بقى 7 تقييمات هنا. يعني مثلا اول مثلا ريسبونس ده كان كويس قوي، مثلا نص نص، مفيش فرق في ساعات الريسبونس بتاع الموديل، ما بيبقاش في فرق بينهم. فبتبتدي بقى ان انت برضو تاخد الحاجات دي كوبي. لو حابب ان انت تحل بدماغك وتقرأ وتشوف برضو عادي يعني. بتنزل بقى، هو انت كده خلاص بصيت له الريسبونسين. هو هيبدأ بقى ان هو يقول لك مثلا تختار انهي بناء برضو على الهيستوري اللي كان عنده. انت كده كده اصلا مبصيله وعمال تكلمه بقالك يعني بقالك شويه. فهنا بيقول لك هنا يعني هو الطبيعي ان هو يطلع لك اول ريسبونس ده اللي هو احسن. يعني بيقول لك هنا اختار ريسبونس 1 از ماتش بيتر، يعني ده احسن بكتير من الريسبونس التاني بناء على التقييمات اللي انت مديله. ده اللي كنت بقول لك عليه. ما ينفعش مثلا انت تيجي هنا وتقول له لا الريسبونس التاني ده احسن بكتير. انت اصلا ما تيجي تعمل سيف اصلا هيديك هنا يعني فيدباك غلط، وهيأثر عليك، مش هتعرف اصلا ان انت تسيف وتكمل التاسك للاخر. فلازم تاخد بالك من حاجه زي كده. بعد كده هتشرح له بقى انت اصلا ليه مختار الاختيار ده. فبتاخد برضو الكلام ده كوبي وتبعته له. بيقول لك هنا انت لما تيجي تعمل ريفير للريسبونس الاول او الريسبونس الثاني لازم تستخدم ات وتدي له الريسبونس. يعني هنا بيبدأ بقى ان هو يشرح لك ليه اختار الريسبونس الاول عن الريسبونس الثاني. بعد ما بيخلص برضو هتاخد الكلام ده كوبي وتحطه هناك. هو هنا عمال يشرح بالتفصيل. بعد ما بيخلص بتاخد بقى الكلام ده كله كوبي وتروح هنا. بس انت ما بتيجي تاخد الكوبي هنا ما بيبقاش قاري الريسبونس، لازم ان انت ترجع تغير الحاجات دي. يعني هنا اول ريسبونس تاني ريسبونس بتعمل بس ريفير ليهم زي ما انا بعمل كده. ده اول ريسبونس تاني ريسبونس، يعني هو بيقارن لك بين كل ريسبونس اصلا والتاني بكذا حاجة. يعني هنا اول حاجة مثلا ده كان مثلا كويس، الفرق بينهم في البج فيكسز. ده اول مثلا ريسبونس بتديله التفاصيل، تاني ريسبونس بتديله التفاصيل، بتوضح له الفروقات بينهم. ده مثلا هنا اول ريسبونس تاني ريسبونس، هنا اول ريسبونس تاني ريسبونس. نتأكد برضو من الحاجات دي، يعني حاول تخليك دقيق برضو في الحاجات دي، ما تدوش حاجة غلط عشان ده هيأثر عليك في الريت في الاخر او بعد كده في التقييم بتاع الساعات بتاعك. تمام، هنا اخر واحد. تمام، الريسبونس الاول كان احسن. ممكن تمسح دي خالص عادي. بعد كده تعمل سيف اند كونتينيو. انت كده يعتبر خلصت. بعد كده بيقول لك مثلا يعني قارن بين الريسبونسين التانيين كده كبريف، يعني تقول له مثلا الاتنين قريبين من بعض ولا لا. فبرضه يعني ببصله برضه للديب سيك وهو يظبط لك الدنيا. هو قال لك نو هنا وبس. كل اللي انت بتعمله بقى هنا سيف اند كونتينيو وكده يا معلم. انت يعتبر كده خلصت التاسك. حتى هنا اول ما تخلص التاسك بيظهر لك الكلمه بتاع سبميت تاسك دي. وانت مثلا هنا خلصت مثلا التاسك في مثلا نص ساعه، بتتحسب بالنص ساعه. يعني هنا سعر مثلا الساعه عندك ب $12، فشوف بقى مثلا نص ساعه دي يعني هيجوا عليك بكام. فلما نيجي مثلا ناخد بريف سريع على التاسك وانت بتعمل ايه اصلا في التاسك. زي ما قلت لك انت بتحسن بس جوده الريسبونس بتاع المودلز اللي الناس التانية عاملاها. وليكن مثلا الشركه دي عامله موديل كذا فهي عايزه تحسن الاداء بتاعه، فبتطرح الموديل ده عندك في البتاع في المنصه بتاع اوتلاير، بحيث ان انت تبدا ان انت تعمل ترين للموديل عن طريق ان انت تراي ان ايرور. بتبصيله مثلا برومبت معينه زي اللي احنا لسه عاملينها. البرومبت دي بتكتبها بناء على الاستراكشنز اللي فوق دي. بعد ما بعد ما بتدي البرومبت الموديل هم مدربينه ان هو يديك ريسبونسين بناء على مثلا التقييمات اللي انت هتديها لكل ريسبونس. انت مثلا اديت هنا تقييم لاول ريسبونس زي ما احنا شايفين هنا ان هو كان كويس. طيب تاني ريسبونس ده ما كانش احسن حاجه. فالنواتج دي او التقييمات دي بترجع تاني للموديل، والموديل بقى بيتعلم. دي اصلا طريقه التعلم في الاي اي. هي يعني الموديل اصلا بيدرب نفسه بنفسه. هو الموديل بيغلط بعد كده بيتعلم من غلطه بحيث ان الموديل ده ما يكررش الغلط. فده بالظبط اللي انت بتعمله.
يعني كل المطلوب منك ان انت تعمل الخطوات دي. فبعد ما يعني بتدي الفيدباك على الريسبونسين، بتقول لي بقى يعني بتقول للموديل صريحه كده انت هتختار انهي ريسبونس احسن، بناء برضو على الانستراكشنز اللي هي اللينك اللي فوق ده، الانستراكشنز بتاع البروجكت ده. فبتقول له مثلا الريسبونس الاول ده كان احسن بكتير. طيب احسن بكتير ليه؟ بتبدا بقى ان انت تقول له الاسباب اللي انت اخترتها. فبعد كده بتعمل سيف وتعمل سبميت للتاسك. بعد ما عرفت خلاص كل التفاصيل بتاع اوتلاير، وازاي مثلا ان انت بتعمل سبميت للتاسك، وازاي اصلا ان انت يعني تفاصيل التاسك كلها وتفاصيل الموقع كله، تعال بقى اعرفك ازاي ان انت تقدم. الاول هسيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن، افتحه هيفتح لك الصفحه دي يعني بالمنظر ده. هيبقى عندك الفرص، يعني عندك هنا 104 فرصه. دي بقى انواع الفرص. انت مثلا عايز فرصه في مكان معين او في يعني في حته معينه، فبتشوف مثلا البلد اللي انت عايزها. طيب عادي الموضوع ده مش همك، بتخش يعني بتشوف نوع بقى الحاجه اللي انت عايزها. انت وليكن مثلا داخل عايز تعمل نفس اللي انا وريته لك في الفيديو ده، فبتيجي عند يعني هو بيفتح لك كده بالظبط. بتيجي بقى عند الحته بتاع كودرز دي، تضغط عليها، بتدور بقى على اي اي تريننج عربي. يعني هنا في كودينج فور اي اي تريننج، ده بالعربي، ده بتبقى حاجات سعوديه منزله، فده حاجه تبع مثلا اللغه بتاعتك هتعرف تتعامل معاها. في عندك مثلا حاجه تحتها على طول اهي، دي بتاع الامارات باين حاجه زي كده، فدي كلها لغات عربيه. في حاجات تانية بالانجليزي، يعني دي في برضو اهو، في ده انجليزي عربي، في انجليزي استرالي، في انجليزي كندي. لو انت مثلا ما عندكش مشكله مع الانجليزي وحابب ان انت تقدم في حاجه زي كده، بتقدم. انت كل اللي عليك ان انت مثلا بتضغط على حاجه زي كده، وبعد كده بتكمل الخطوات. بتبقى خطوات عاديه جدا، دي الخطوات اللي انا ذكرتها في الاول. يعني انا مش هعرف اعملها معاك دلوقتي لان انا اصلا اوريدي عندي اكونت، ومش هقدر ان انا اسجل باكونت تاني، لان هم بيطلبوا مني بطاقه وموضوع كبير كده. فانت هم يوضحوا لك الدنيا خطوه بخطوه، امشي معاهم خطوه بخطوه. والحاجه اللي انت هتختارها، انت مثلا اخترت هنا كودينج فور اي اي تريننج مثلا السعوديه، فهنا اللي هيختبروك فيه مثلا اللغه بتاعتك، انت مثلا عندك علم بايثون ولا لا. الحاجات اللي بيكون مطلوبه في السيكشن ده بيختبروك فيها. طيب انت مثلا يعني مش حابب الكود، او مش حابب ان انت تجرب في حاجه زي كده، انت مثلا عندك في اللانجوج دي، لو انت مثلا كاتب مثلا ترانسليتور الحاجات دي، ممكن برضو تخش هنا وتشوف الشغلانه اللي عاجباك وتختارها. في هنا مثلا دي تخصصات تانية، ساعات بيختاروا مثلا حاجات تبع الرياضه. في لغات تانية لو انت حابب، يعني في حد مثلا ايه تريننج فور ارت، فانت بتخش بقى تشوف كده يعني في الاخر خش قلب رزقك. فدي كلها كانت كل التفاصيل. ولو استفدت مني حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتدعي لي لان انا في ايام مفترجه. ادعي لي بالتوفيق، ما تنساش ادعي لي بالتوفيق، والدعوه هتبقى ليا ولك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.